أستاذ أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، أهلا بيك وشكرا على قبول الحوار مع المنصة. أهلا وسهلا بحضراتكم، منورين ومشرفين. شكرا جزيلا. خلينا نبدأ بالناحية الإجرائية. النهاردة علشان تتقبل أوراق ترشحك للانتخابات الرئاسية تحتاج 20 توكيل أو تزكية من نواب مجلس النواب أو 25,000 توكيل من 15 محافظة مختلفة. قد إيه شايف المهمة دي سهلة وإيه خطتك لتحقيقها؟ أولا، إذا كان الدستور رسم طريقين لاستيفاء شروط الترشح، فاحنا ألزمنا نفسنا بأن احنا نختار طريق الشعب مع احترامنا لنواب الشعب. وأنا مبكرا قلت لزملائي وشركائي واحنا بنأسس الحملة، لو انه ال 598 نائب في البرلمان هيعملوا لنا نماذج تأييد، فاحنا مش هنترشح إلا بتوكيلات شعبية. مدى سهولة هذه المهمة أو صعوبتها هو يتوقف على درجة التجاوز من قبل السلطة. قدم نفسك على أنك بديل مدني ديمقراطي، لكن أنت لديك خلفية ناصرية، فهل نعتبر حضرتك مرشح للتيار الناصري؟ أنا بقدم نفسي مرشح على أرضية وطنية. لا أنكر أنه أنا عندي قناعاتي، لكن لا أسعى مطلقا أن أفرضها على الآخرين أو حتى أمارس عملي من خلالها. نحن نبني برنامجا انتخابيا إجرائيا لا إنشائيا فوق مستوى التجاذبات ومتجاوز للأيديولوجيات، وهو برنامج وطني يجيب على المسائل الأساسية التي يجب أن يكون لك توجه معروف أن هذا هو مرشح تيار كذا، لا يعني لا يكون في توجه الناس عارفاه. فما هو التوجه اللي احنا ممكن نقدمك بيه للناس؟ ليه يجب؟ أنا زملائي، لأن حتى الآن لم زملائك، اتفضل. زملائي في الحملة وبالأخص زملائي اللي بيكتبوا البرنامج الانتخابي، في كل اجتماعاتي معهم أنا بقول لهم لا تنطلقوا أبدا من فرضيات أيديولوجية. لدينا مسائل أساسية نريد أن نقدم لها حلول، أسئلة صعبة نريد أن نقدم لها إجابات. وأنا بشكل قاطع طارح نفسي كرئيس لكل المصريين، ملتزم بالدستور والقانون، أتعامل مع الجميع دون إقصاء أو اصطفاء، المواطنون أمام القانون سواء. سواء باختصار أنت لا تمثل التيار الناصري ولا نستطيع أن نصنفك كمرشح للتيار الناصري. تستطيعين على وجه الدقة أن تقولي بأنه أنا مرشح كبديل مدني ديمقراطي. فريقي فيه من التنوع والخبرة ما يجعله عابر للأيديولوجيا. مهمتي هي أنه أساهم في بناء تيار رئيسي يسعى نحو المستقبل، لا ينهك القوى السياسية ومن خلفها مؤيديها وأنصارها في صراعات ضيقة. احنا مشكلتنا مع الماضي اللي ما زال متحكم في الحاضر ويحاول أن يصادر المستقبل، ما هياش مشاكل بينية. بالحديث عن المعارضة والبديل المدني، إلى الآن لم تتوافق المعارضة على مرشح واحد، وحتى التيار الناصري وحزب الكرامة لم يدعمك بشكل واضح حتى الآن، والحركة المدنية مقدمة أكثر من مرشح في الانتخابات في مواجهتك. فإزاي النهاردة حضرتك شايف المعارضة قد تبدو أمامي في المشهد مفتتة قدام احتمالية تفتيت أصوات في السنة دي الانتخابية؟ هل تقف منفردا؟ أقف ومعي كل مصري مؤمن بالتغيير السلمي الآمن وبناء دولة القانون والمؤسسات. على مستوى الأحزاب، الأحزاب لديها طريقتها في اتخاذ القرار. وأنا قلت في بداية مشاوراتي السياسية عند اللقاء بهم إن أنا مرشح شعبي يطلب دعم كل القوى السياسية والحزبية. إذا كانت حتى الآن هذه الأحزاب لم تتخذ قرارها، فأنا يعني أدعوها لأن تشتبك مع هذه المعركة الهامة والمفصلية في صنع مستقبل الدولة المصرية. لكن أيا ما يكون قرارها، فإحنا اخترنا طريقنا كمرشح شعبي. وإن كنت أتوقع أنه إذا ما احتكم إلى قاعدة التصويت وإرادة الأغلبية في الحركة المدنية الديمقراطية،
فسوف نكون اختيارا. إذا كانت المعارضة لم تتفق على مرشح أو لم تعلن تأييدها لحضرتك بشكل رسمي حتى الآن، هناك تيار آخر حضرتك تحدثت عنه تحديدا الإخوان المسلمين بدأ يقدم دعما لك، كيف ترى هذا الدعم وما علاقتك بالإخوان المسلمين؟ وهل ترى هذا الدعم يؤثر سلبا أم إيجابا على حملتك الرئاسية؟ أنا الحقيقة مش عارف إيه هي صور الدعم اللي اتقدمت، علشان لا يفهم بس إنه هذه كلمة تحتمل معاني عديدة. التصريحات أنها تؤيد من قيادات معروفة في الإخوان، قالت أنها تؤيد ترشيحك للانتخابات. الحقيقة إنه أنا لم يصل إلى علمي مطلقا تصريح بيقول إنه يؤيد، وأنا رجعت للتصريح المتداول، وزي ما قلت أنا بتمنى على الجميع إنه الناس تستند إلى الأصل أو إلى المعلومة عندما تبني رأيا، مش تستند على رأي آخرين، لأنه إحنا بنواجه منذ سنوات. يعني أنا مش جديد عليا الوضع ده، ولا دي أول حملة ولا هتكون الأخيرة، لن تكون الأخيرة في مواجهتي، لكن بالتأكيد هذه البذاءات والجرائم القانونية والأخلاقية سوف تتوقف بحق أي مواطن مصري عندما أصبح رئيساً. هيبقى من حقهم بس التجاوز في حقي أنا، وأنا اللي هيبقى واجب عليا إنه أنا أقدم نموذج ومثل. طيب، أنا لا أحاسب على من يؤيدني، ولا أكره أن يؤيدني جميع المصريين. طب هل دعوت لعودة الإخوان المسلمين للمشهد السياسي المصري؟ يعني إيه دعوت؟ أنا كل اللي قلته بوضوح هناك إقصاء يعني واضح واتفاق حتى في الحوار الوطني على إقصاء الإخوان من المشهد السياسي المصري، فهل أنت مع عودتهم لهذا المشهد كشريك؟ هو الحوار الوطني أقصى بس دول؟ أنا مع الدستور والقانون الذي لا يسمح للرئيس بأن يصطفي أحدا أو أن يقصي أحدا. الرئيس هو أكبر موظف عمومي في الدولة المصرية، والدستور والقانون رسموا بشكل محدد الأشكال التنظيمية المسموح بها. لكن هناك مبررات بيتكلموا عنها، تلوثت أيديهم بالدماء، حرضوا على الشعب، حرضوا على الإرهاب، فهذا اتهام موجه لهم، وبالتالي أقصي هذا الفصيل من السياسة. فما موقفك منهم إذا كنت رئيسا للجمهورية؟ شوفي حضرتك، وأنا ضربت المثل ده قبل كده وهكرره تاني. يوم 25 يناير 2011 كان لدينا حزب حاكم عضويته 2 مليون مواطن مصري. قيادات في هذا الحزب الحاكم فيهم وزراء، وفيهم نواب في البرلمان، وفيهم مسؤولين تنظيميين في مستويات رفيعة، مارسوا العنف في وقائع محددة شهدت قتل للمصريين، واتحكموا وصدرت بحقهم أحكام ونفذوها. هل هذا ينسحب على ال2 مليون عضو في الحزب الوطني؟ هل هناك من يعني من هؤلاء الذين يطلبون هذا الآن، هل هناك من طلب ذلك حينها؟ معنى كلامك أن ممكن أن يعاملوا نفس المعاملة ويعودوا للمشهد السياسي. معنى كلامي بوضوح شديد أن الدستور بيقول الجريمة شخصية، ولا عقوبة إلا بنص بعد محاكمة تتوفر لها كل معايير وضمانات النزاهة. معنى كلامي أن أنا كرئيس للجمهورية لست أبا للمصريين أعلمهم وأربيهم، ولست قواما على تفسير الدستور لأحل محل المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية هي اللي تقول هذه الممارسة وهذا الكيان نشأ ويعمل في نطاق الدستور ولا لا. وأنا كرئيس لا أكتسب صفتي إلا بالقسم على احترام الدستور والقانون، وعاقد العزم أن أبر بهذا القسم. لكن الدستور يعني من أو بعض النصوص تنص على أنه ما فيش حزب يكون موجود على أساس ديني، والإخوان المسلمين صحيح. على أساس ديني. ده صحيح جدا. فازاي يعودوا للممارسة السياسية هم على أساس ديني؟ ده صحيح جدا. والدستور قال إن رئيس الجمهورية هو اللي ينظر في الأوراق ويقول ده حزب ديني ولا لا، ولا قال المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية. فأنا بسألك عن فصيل هو يصنف نفسه بأساس ديني كحزب. أنا برنامجي الانتخابي فيه أجندة تشريعية هطرحها على البرلمان، لأنه أنا عندي الحق في طرح مشروعات القوانين، من بينها هضمن استقلال كامل للمحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية وهي عندها هذا الاستقلال الكامل تحكم. إذا حكمت بحل حزب مستقبل وطن فهذا شأنها. إذا حكمت بحل أي حزب آخر نتيجة لأي ممارسة، سواء لأنه حزب ديني أو حزب
يمارس العنف أو أي سبب آخر يستوجب الحل، تعظيم سلام. الموضوع أصل هو أبسط من كده. أنا ناوي أمارس عملي زي ما رسم الدستور والقانون بدون إفراط ولا تفريط. الأسئلة دي جزء منها مطروح على الشعب يقبل إيه ويرفض إيه، وأنا مش شايف إن في حد متحدث رسمي باسم الشعب. جزء منها معروض على القانون، وده مش اختصاصي. مش عارف ليه الناس يعني مستغربة السؤال ده، أو مش الناس الحقيقة، أو مش الناس، بعض الأصوات العالية ايوه، لكن معك والمنحازة. دعني اخذ بس من كلمه من حضرتك انها مفيش حد متحدث باسم الشعب، والشعب هو الذي يختار، فالشعب سيتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس. فالرئيس يجب ان يكون واضحا في كل توجهاته، لانه هيختار هذا الرئيس الذي ينفذ هذا البرنامج او هذه الطروحات او هذه قناعاته. فانا بسال عن قناعاتك كمرشح، محتاج انه الشعب يعرفها علشان لما يختار يبقى عارف هو بيختار ايه. لكن هل الإجابة على كل سؤال يجب أن ترضي كل مواطن مصري؟ لا، ما طلبناش إجابة ترضي الجماهير، أنا سألت سؤال عن قناعاتك الشخصية. قناعاتي الشخصية لن تكون الأساس في ممارسة عملي. قناعاتي الشخصية أعبر عنها الآن. مظبوط، ولذلك أنا أعبر عنها، وده جزء من الإجابة. جزء من الإجابة إنه رأي الناس في قناعاتي ده أنا أقدره وأحترمه، لكن لن يكون المعيار وأنا أمارس عملي. المعيار وأنا أمارس عملي هو الالتزام الصادق والقاطع والدائم بالدستور وبالقانون. يعني في ختاما لهذا، في مسألة الإخوان ستحتكم للدستور، هل هم حزب ديني أم لا؟ حضرتك مش هتصنفهم كحزب ديني أم لا؟ المحكمة الدستورية. وحضرتك مش مصنفهم كحزب ديني أم لا؟ هم عندهم حزب أصلا؟ يعني هم حركة أساسية دي، ما هم بس كانوا بيمارسوا الدين. كان في حزب في وقت من الأوقات، أيوة ودلوقتي في حزب. أكيد هيطالبوا بعودة الحزب. لما يطالبوا ده هيعملوا إيه؟ هيقدموا طلب لمين؟ لرئيس الجمهورية ولا لجنة شؤون الأحزاب؟ لكن ما رأي رئيس الجمهورية في الوقت ده؟ رئيس الجمهورية لن يكون له رأي فيما لا يدخل في اختصاصه. يعني رئيس الجمهورية زي ما قلت مش هيعلم المصريين يتجوزوا ازاي، ولو استحالت العشرة بينهم يتطلقوا ازاي، ولا يربوا عيالهم ازاي، ولا له علاقة بالخطاب الديني يطوره ولا يغيره. وبالظبط وبنفس القدر رئيس الجمهورية مالوش انه يتدخل في اختصاص سلطة مستقلة. لجنة شؤون الأحزاب لازم أن تكون مستقلة. أي مواطن مصري له رغبة في إنشاء حزب نشوف القانون بيقول إيه ويلتزم بيه ويحترمه، وإذا خد الرخصة بتاعته هيمارس عمله في نطاق القانون، وإذا كان في أي خروج على ذلك هيبقى من حق أي مواطن إنه يحتكم أيضا للقانون في المحاسبة والمعاقبة إذا لزم الأمر. ده ينطبق على أي حزب وكل حزب. أنت إذن تتحدث عن مؤسسات، ومؤسسات تتمتع بقدر من الاستقلالية، وكل منصب له مهامه المحددة. فماذا عن منصب نائب الرئيس؟ لماذا لم تختر لك نائبا يدخل معك الانتخابات يكون اسمه معلن للشعب؟ لماذا لم تختر مستشارين في ملفات حساسة ومهمة زي الاقتصاد والري والسياسة؟ لم أعلن، اخترت البعض لكني لم أعلن عن الجميع. ومتى تعلن عن هذه الأسماء؟ يعني في الوقت المناسب، حفاظا على اعتبارات عديدة جدا يأتي في مقدمتها رغبة هؤلاء وقدرتهم على مواجهة الضغط المتوقع إذا ما أعلن، وأيضا الاحتمال القائم بأنه تنتهي هذه الانتخابات ولست رئيسا، فيبقى أنا ما حرمتش المصريين من هذه الخبرات، لأنه بالنظر للسلوك الواضح جدا من هذه السلطة أنه أنا لو أعلنت عن مجموعة من الأسماء إذا لم يستهدفوا، يعني وده يعني ضرب من ضروب الخيال بالنظر يعني لتقييمنا لأداء السلطة، فعلى الأقل لن يتم الاستعانة بهم. إذا كنا احنا بنطرح أسماء الآن جديدة كفء ونطلب الاستعانة بها والاستفادة منها لصالح الدولة المصرية، فإذا كانت إرادة الشعب المصري في انتخابات تتوفر ليها كل معايير وضمانات النزاهة لصالح اختيار آخر، فإحنا لا نتمنى ولا نحب أن يحرم الشعب المصري من هؤلاء. إذن هناك نائب، هناك مستشارين على قائمتك؟
نائب تحديدا؟ فيه اتفاق داخل الحملة على يعني نائب، وفيه احتمالات لأكثر من نائب. طب لماذا لم تقدمه معك الآن يعني؟ نعود مرة تانية مع حضرتك. لا، ما هو ما فيش، مش هيختاروه معاك، بس لو هم عرفوا انه في الحملة معك هذا سيكون نائبا فهيبقوا عارفين انه بيختاروه ضمنيا لو اختاروك. أنا لم أستقر إلا على نائب واحد. هذه المؤسسة على نائب واحد هذه المؤسسة هيكون فيها رئيس أو على رأسها رئيس للجمهورية منتخب، وفيها نائب للرئيس أو أكثر. احنا استقرينا على نائب واحد، بس الأمر يتحمل آخرين. وده في إجابة على سؤال حضرتك، هل همارس عملي من منطلق فكري وأيديولوجي ولا من منطلق وطني جامع؟ أنا الحقيقة لا أنظر بأي انزعاج، لأنه الصبح ألاقي حد بيحسبني على طيار، وبعد الظهر بيحسبني على طيار تاني، وبالليل على طيار تالت. وده معناه أنه أنا يعني أمارس أفكاري وقناعاتي من أرضية وطنية تستوعب الجميع. طيب خليني ارجع لحزب الكرامة، بدون بنتكلم عن المؤسسات والديمقراطية. لماذا استقلت من رئاسة حزب الكرامة اثر اختلافك مع الجمعية العمومية او الهيئة العليا؟ ألم يكن من الديمقراطية أن تنصاع لرأي الأغلبية؟ مين اللي قال إنه أنا استقلت بسبب اختلاف مع الجمعية العمومية أو الهيئة العليا؟ ولماذا كانت الاستقالة إذن؟ الاستقالة لسببين، سبب داخلي وسبب عام. السبب الداخلي إنه عندما يكون هناك قيادة على رأس مؤسسة ويكون عندها برنامج وطموح وغير قادر على يعني تنفيذه بالشكل المرضي، فبقاؤه يعني انه يسعى الى وجاهة او الى الحفاظ على صفة او موقع. وانا طول عمري لست كذلك. هذا هو الخلاف، خلاف واضح. اما العام وهو الاهم فهو اداء السلطة الباطش بالمعارضة، واللي يجعل من شخص يحاول أن يؤدي بشكل مستقل وزي ما بيقولوا بسقف مرتفع سبب في إيذاء ناس كتير من اللي حواليه. السلطة بتتعامل معاهم على أنهم رهائن محتملين وأدوات للي الزراع. وده حصل معايا وأنا نائب وأنا رئيس حزب، وبيحصل معايا دلوقتي وأنا مرشح للرئاسة في الناس اللي بتقرر انها تشاركني كل مهمة من هذه الثلاثة. الدولة المصرية معروفة انها دولة عميقة بمؤسسات راسخة والتغيير فيها صعب جدا، فهل ستستقيل ايضا اذا لم تستطع تنفيذ توجهاتك؟ وما المدة التي تتوقع ان تكون تحقق فيها ما تأمله في تغيير هذه الدولة؟ أنا متفهم طبعا أن طول الوقت وإحنا بنتكلم عن الدولة المصرية بنتكلم عن الدولة العميقة والمؤسسات الأمنية وإلى آخره، وده انعكاس لطول هذه الممارسة المستبدة التي تستبعد الشعب ولا تحترم إرادته ولا رأيه. العنصر الجديد في المعادلة أنه أنا لو نجحت فده هيبقى تعبير عن إرادة واضحة من أغلبية الشعب المصري، مش مستعدة بس أنها تنتخبني، إنما مستعدة أنها تقاتل على هذا الاختيار لأسباب مفهومة للكافة طبعا. فإذا ما حدث ذلك أنا مش هبقى لوحدي، أنا هيبقى معايا أغلبية الشعب المصري. كيف ستحتكم لهذه الأغلبية بعد ذلك يعني؟ صندوق الاقتراع أكيد. هتحتكم ليها بصندوق الاقتراع، لكن في القرارات اللي بعد كده إذا وجدت معارضة من هذه الدولة العميقة كما حدث سابقا، فهل ستحتكم للشعب ذلك؟ دولة عميقة ولا غيرها أن تقف في وجه الإرادة الشعبية إذا ما صرت رئيسا. وده مش معناه إن أنا جاي أتخانق مع حد ولا أصفي حسابات. أيضا كيف ستحتكم لهذا الشعب؟ الشعب أدلى بصوته في صندوق الاقتراع وتركك أنت في مواجهة مع هذه المؤسسات، كيف سيتدخل مرة أخرى لحماية قراراتك؟ ما هو بس أنا عارف علشان ده وضع جديد على الناس فمستغرباه. الرئيس اللي بيبقى جاي بإرادة شعبية بيبقى أقوى بكتير من الرئيس اللي جاي على مؤسسة مسنود على مؤسسة أو عدة مؤسسات، وبيبقى قوي على الناس
وضعيف أمام الآخر. لكن كان هناك رئيس انتخب بإرادة الشعب وثم لم يستطع أن يكمل عاما، ما لم يكن سوى عاما واحدا وصار عليه الشعب، وكان أيضا يريد الاحتكام عندها إلى إرادة الجماهير بسبب ممكن البعض يقول أنه تعرض لضغوط من الدولة العميقة، البعض يتحدث عن سياسات خاطئة ارتكبها هذا التنظيم في الحكم. طيب أعيد حضرتك لإجابتي على مجموعة من الأسئلة قبيل عودتي إلى وطني بأيام بعد 9 شهور تفرغت فيها للدراسة وللمذاكرة، وقلت إن أهم شيء كنت بذاكره هي تجارب الدول اللي بتمر بظروف شبيهة بالحالة المصرية وكيف أخفقت أو نجحت في مسار التحول الديمقراطي. وفي ذلك إجابة على أنه ليس هذه التجربة فقط، إنما فيه تجارب عديدة، وأنا يعني من القدرة بمكان أنه أتعلم من كل هذه التجارب، من الأخطاء اللي وقعت فيها، لأنه الشعب المصري لم يعد يتحمل فشلا آخر. خلينا ننتقل للجانب الاقتصادي. واحد من التحديات المهمة، احنا عندنا أزمة اقتصادية كبيرة، نقص عملة صعبة، جدول مزدحم لسداد الديون خلال السنوات المقبلة، فإيه خطتك للتعامل مع ده؟ أنا عايز أقول إنه تغيير السلطة الحالية في الانتخابات القادمة مكسب في حد ذاته، قبل ما نتكلم عن البديل ليها في ملفات عديدة من بينها ما أشرت إليه حضرتك حالا، لأنه بالنظر لأداء هذه السلطة ولتوجهاتها المعلنة عن المستقبل، فليس هناك أفق لحل المشاكل الاقتصادية ولا أزمة الديون، لأنه لا فيه اعتراف بالمشكلة ولا فيه وقفة جادة ومراجعة للسياسات أو حتى رغبة في تغيير الأفراد القائمين على هذه السياسات بمن هم أكفأ. ما ملامح هذه الخطة يعني بعيد الناس؟ من بين هذه المسائل على وجه التحديد انه احنا مقسمين ازمتنا الاقتصاديه لازمه ماليه ضاغطه وحاله وتحتاج الى يعني تدخل وعلاج سريع جدا، ثم الدخول الى المشاكل الاقتصاديه الحقيقيه على مستوى الاصلاح الهيكلي والاصلاح الاداري والمؤسسي، وما يحتاج إلى إصلاحات تشريعية. تصور كامل. هاخد بس ملف الديون كمثال. على مستوى الديون، إذا كنا سنضطر للاستدانة في الأجل القصير، فكل دولار هيجي هينفق بكفاءة وفي استدانة أخرى. احنا السنة دي ما هي الناس متخيلة أن الحلول الاقتصادية هتبقى سحرية. في حلول فورية وفي حلول هتحتاج إلى أجل. يعني احنا دلوقتي على مدار سنة هنحتاج تقريبا 30 مليار دولار اللي هم العجز. فستستدين ديون أخرى لسد هذا العجز. 30 مليار دولار دول لو احنا قمنا نبيع يعني عفش البيت مش هيكفي، صح؟ بس مش هبيع قناة السويس ولا هرهنها تحت مسميات توريق الإيرادات المستقبلية والتعبيرات اللطيفة دي. لمن ستلجأ؟ أيوة. إذا كنت سأضطر مؤقتا إلى الاعتماد على بعض القروض، فهتتوجه لمشروعات تدر عائد. لكن إيه المختلف معنا بقى؟ سوف نستغل حجم وقيمة، أو نستثمر، بلاش كلمة نستغل، حجم وقيمة الدولة المصرية وبهاء تجربة التحول الديمقراطي في عقد مؤتمر للدول الصديقة والشريكة. هنرفع شعار شاركونا بدل ما تسلفونا، وزي غيرنا من الدول، وأنا ضربت مثل مؤخرا بزامبيا، هيبقى في فرصة لشطب بعض الديون وجدولة ديون أخرى وتخفيض سعر الفايدة لهذه الديون. زامبيا جدولة ديونها على 30 سنة بفايدة 1%. مصر بقى بقيمتها وتاريخها اللي هيبقوا حاضرين لما أكون أنا رئيس، لأن أنا مش هقدم نفسي للخارج بأن أنا مصر، إنما هقدم نفسي بأن أنا ممثل الشعب المصري في مقعد الرئاسة. ومصر من الأهمية للجميع ألا تترك لتغرق في ديونها. وأنا ضربت مثل بأنه العالم عازف عن مساعدة هذه السلطة ولا عن مساعدة مصر. أنا قناعتي بأنه زهد
في دعم هذه السلطة من طول ما دعمها ولم يجد عائد لذلك. لما تبقى في سلطة رشيدة فستطلب من دول صديقة. من هي الدول الصديقة التي كل تطلب منها؟ بدءاً من ومشاركتك، أشقائنا. هل تعني بالمشاركة مشروعات، يعني يشاركوا في مشروعات؟ بدءا من أشقائنا وليس انتهاء بالدول الكبرى في العالم. والمشاركة في مشروعات الأول في مستوى اللي هو مستوى الديون، أيوه. وفي إدارة هذه الديون احنا قلنا هنطلب شط وجدولة. أوكي. لكن في ديون ممكن ينطرح إنه أصحابها يشاركونا في مشروعات. زي ما هو بيطرح دلوقتي بيع بعض الحصص في شركات لمستثمرين من دول شقيقة. زي مين اللي بيطرح؟ ما هو هذا مطروح في طرح الشركات والتخارج الدولة من بعض الشركات وبيع حصص في بعض الشركات لدول صديقة أو مستثمرين من دول صديقة. وده اللي بيحصل فعلا؟ يعني بدأنا مؤخرا سمعنا عن حصص شركات بيعت في استثمارات منها للسعودية والإمارات. تقصدي أكتر الشركات الرابحة اللي بتتباع النهارده وبكره المستثمر شاركك في الشركات الرابحة ولن يشاركك في شركات خاسرة بالتأكيد يعني؟ لا مش بالتأكيد ولا حاجة، لأنه كتير من الشركات الخاسرة مشاكلها هي إدارية وفنية ولا يفترض أنها تكون بتخسر. هذه سلطة تكسب بعض الوقت لتضيع المستقبل. يعني لما أجي النهاردة أفرط في شركة رابحة ما عندهاش مشاكل، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بياخد بعض الدولارات عشان يحل مشكلته النهارده، لكن في ذات الوقت في نهايه كل سنه ماليه المستثمر ده بحكم القانون من حقه يحول ارباحه لدولارات وايه؟ ويصفرها على بلده. يبقى انا بساهم في زياده العجز. مصر سوق جاذب. الفرق بين ما تطرحه الان وما هو مطروح انك ستطرح على هؤلاء المستثمرين شركات خاسرة لأسباب فنية. يا فندم احنا للأسف السلطة دي خلتنا نتصور ان الاستثمار هو البيع او اللي بيسموه المشاركة او اللي بيسموه استحواذ على اصول قائمة. الاستثمار في المقام الاول هو قيمة مضافة. يعني لما تكون الدولة زي مصر بتعمل استثمار من 3 إلى 5 مليار دولار متوسط في السنة، ولينا جيران بيعملوا 10 أضعاف الرقم ده، ممكن حضرتك تتخيلي ان السلطة دي لما جت كنا بنتكلم عن أزمة ال1000 مصنع المقفولين. لما جت كنا بنتكلم عن 1000 مصنع مقفولين، النهاردة احنا بنقرب من 4000 مصنع مقفولين. هو مش ده كلام لازم الناس دي تتحاسب عليه؟ أيوة. ويعكس بالضرورة انه انا لما يكون عندي مساعد في هذا الملف هيبقى مكلف بانه يشوف كل مصنع على حدة من المصانع اللي عطلت، معناها ان في فرص عمل توقفت، في سلع او خدمات وتطرحه للمستثمرين. ده قطاع خاص. اي ما هو انا عايز احل مشكله الناس دي وتشتغل وتكسب وتأدي واجبها تجاه الدوله، توظف عماله جديده وتدفع ضرائب وتأمينات وتقدم سلع وخدمات. على فكره كان في مختصين كلفوا بهذا الملف لما كنا 1000 مصنع مقفولين، وانا قريت التوصيات بتاعتهم كرئيس. انا هضع الكلام ده موضع التنفيذ، مش هحطه في الادراج واهتم بكلام فارغ. ايه الكلام الفارغ؟ ان انا اوعد المصريين بان انا هعمل شبكه طرق في سنه، وبعدين يفوت من السنه كام سنه؟ خلص من السنه كام سنه؟ 10 سنين ولسه احنا بنعمل طرق وكباري. لما يكون عندي 10 سنين اتيح لي كل الفلوس دي وما عملتش بيها حاجه زي دي او غيرها واهدرتهم في خرسانات هي في الصحراء. أولويات. فما أولويات حضرتك في التنمية؟ أما نكون بنتكلم مثلا في إصلاح هيكل الاقتصاد المصري وما عندناش مشروع للتصنيع، هيبقى عندنا مشروع للتصنيع، مشروع للقرية المنتجة. القرية المصرية تبقى قرية منتجة. هيبقى عندنا مشروع لنهضة قطاع السياحة اللي بتجيب في السنة من 10 ل 12 مليار دولار، وفي دول في الجوار بتجيب 45 إلى 60 مليار دولار. هيبقى عندنا مشروع لتحويل قناة السويس فعلا من بوابة عبور عليها كشك كارتة بياخد رسوم إلى ممر لتقديم خدمات، والأمثلة حوالينا في المنطقة وفي العالم موجودة. اوكي، ما دام عندك نفس التصور بتاع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولكن شايف ان السلطة الحالية اساءت إدارة الملف،
او كانت بطيئه في تنفيذه. يعني كيف لا، أساءت مش قدرته؟ بطيئة. يعني ايه الحلول اللي عندك لده؟ المحور قناة السويس ده فيه رؤية محددة لتحويله إلى ما يشبه، أنا مش عايز أسمي بس هو في المنطقة وفي العالم نماذج. ده ممر بتعبر منه 10% من التجارة الدولية. هل وهم معديين كده يفضل هذا الممر بالنسبة لهم كشك كارتة؟ ولا ممكن نقدم خدمات لوجستية؟ وهذا ما تطرحه الدولة، نفس اللي ما مشروع. تطرحه بقى في صورة شعارات وأماني وكلام فارغ، أنا هحوله إلى عمل حقيقي. إزاي يبقى عمل حقيقي؟ بأنه يبقى فيه جدول وله مؤشرات أداء كويس. خلينا فيما سيأتي وليس فيما حدث. هو انتهى، حدث وانتهى. بس ده ما يمنعش من الحساب عليه، لأن احنا قدام سلطة رئيسها هو اللي أدار 10 سنين ومترشح تاني، عشان بس تبقى المسائل واضحة. لأنه نحن الآن نقدمك للشعب أيوة. المصري أيوة. وفقا لبرنامجك ورؤيتك أنت الآن إذا وما ستطرحه من حلول بعيدا عما فعلته السلطة السابقة الحالية. إذا اضطريت في الأجل القصير لاستدانة دولار هصرفه في شيء منتج، وسوف أبحث عن شركاء موجودين، لأن المشاريع دي مشاريع فيها منفعة مشتركة كبيرة. يعني المنطقة الروسية اللي هي اتقالت حوالين محور قناة السويس عدى عليها كام سنة من تخصيص الأرض واتعمل منها إيه؟ أنا لو رئيس جمهورية هتابع الكلام ده، هتابعه يوميا وفق مؤشرات أداء هيبقى المحاسبة عليه. مش هصفف ورايا الدولة المصرية علشان أقعد أديلهم خطب وأتكلم في شيء خارج اختصاصي. طيب ماذا عن تعويم الجنيه؟ النهارده خبراء اقتصاد كتير بيتكلموا ان الجنيه مقوم باكتر من قيمته وان التعويم قادم لا محاله. موقفك ايه هنا كرئيس؟ هو حتى التعبير ده مش دقيق، لانه لو كنا عومنا مره معناها ان احنا اصبح سعر حر للعرض والطلب، فده بيتعمل مره واحده. لكن هو اللي بيحصل ان انت كل سنه بيبدا يظهر فارق بيترتب عليه السعرين، وتيجي في لحظه ما تخفض قيمه العمله، ولان انت ما بتحلش المشاكل الاساسيه بتنشا المشكله دي من اول وجديد. زي ما قلت لحضرتك، الحل هو في انك تظبط ميزان المدفوعات. ايه اللي ممكن تعمله في الاجل القصير لضبط ميزان المدفوعات؟ انا حددت امثله. مقومات الدوله المصريه يصح معاها ان تكون دي ايراداتنا من السياحه. انا عايز اقول لحضرتك ان في من بين الاسباب الرئيسيه في ضعف الايرادات في قطاع السياحه حاجات فنيه في طريقه التعامل مع الوكالات الكبرى. مش عايز اغرق في تفاصيل، بس مثلا السايح اللي بيجي هنا ده معظم المكسب رايح للشركه اللي بعتاه، اللي هي مختاراله وحجزاله من اول تذكره الطياره والفندق ووسيله الانتقال والتذاكر وحتى الاكل والشرب. مظبوط؟ مظبوط. النسبه، وانا سعيد ان حضرتك قلت ان انت متخصصه في ده، النسبه الاكبر من الربح في ده رايحه لمين؟ للشركه او الوكاله اللي جايباه. بالظبط. فين الدولة المصرية من قدرتها على تسويق نفسها علشان حصتها أو نسبتها من ده تبقى أكبر؟ وفي كلام مش عايز أقوله عن التوسع في نظام الاير بي ام بي وشركات الطيران الرخيصة وشراكات مع دول في العالم. فترى أن هذا حل قطاع السياحة يمكن أن يحقق طفرة خلال مدى زمني قد إيه؟ والطفرة دي عبارة عن إيه رقميا يعني؟ المؤكد انه في سنه ماليه لازم يبان الاثر. حضرتك بتقول سنه، فمنتظر لازم رقم في السنه الماليه يكون في تحسن واضح. بكم رقم؟ ما فيش نسبه قد ايه يعني؟ رقم يعني هتطرح رقم في يعني قد ايه منطقيا ما يقلش عن 15 الى 20% من ده كلام الناس المتخصصه، ما يقلش عن 15 تحسن الى في قطاع 20%. السياحه خلال عام. ايوه. استنادا لايه؟ لتحسين الاداء وللدخول في شراكات وتغيير طريقة تسويق نفسي للخارج. لكن هل ده هو جوهر المشروع اللي بنقدمه؟ الحقيقة جوهر المشروع اللي بنقدمه هو قطاع تصنيع. مصر تتحول إلى دولة صناعية في المقام الأول، استفادة من مقوماتها من أول البشرية، توفر الأيدي العاملة والسوق الكبير وموقعها من العالم واتفاقيات تفضيلية بينها وبين الإقليم وحتى دول خارج الإقليم. كل ده في مجمله يمكن أن يحدث فيه طفرة هائلة بقرار واحد بس. قرار واحد.
يعني بكرة الصبح احنا لو خدنا قرار لوضع حدود فاصلة وصارمة ما بين نشاط القطاع الخاص والأنشطة التي تقوم بها جهات تحظى بمعاملات تفضيلية على غير الأسس الاقتصادية، بكرة الصبح ممكن يجي لك استثمار حقيقي. لما نحل مشاكل المستثمر المحلي، الرسالة هتبقى واضحة للمستثمر الأجنبي. لما الناس تطمئن إن مصر أصبحت دولة قانون، وإن الناس آمنة على نفسها من إنه تصحى الصبح خلاف بينك وبين جهة ما أو شخص ما يترتب عليه إن أنت ومؤسستك تتفرموا. وماذا ستفعل في سعر صرف الجنيه؟ هل ستجعله صرف حر متحكم فيه السوق أم ستتحكم أنت في الجنيه؟ تعويم جديد يعني أولا. برضو ده سؤال مبني على إنه اللي قاله الدستور إن البنك المركزي مستقل هو في الواقع مش حقيقي. اللي أنا هعمله ستترك القرار للبنك المركزي؟ اللي هعمله إنه أنا هختار من بين المصريين أكفأهم وهطرح اسمه على البرلمان عشان يكون محافظ مستقل للبنك المركزي، مش قائم بالأعمال. السؤال التالي أحتاج فيه إلى رأي النائب أحمد الطنطاوي المرشح لرئاسة الجمهورية وليست مؤسسات الدولة. اتفاقية نقل السيادة على جزيرتين تيران وصنافير إلى السعودية وكنت ضدها بشكل واضح وأنت نائب، ماذا ستفعل إذا أصبحت الرئيس؟ ممكن يعني أشكر حضرتك جزيلا على ان انت يعني حاطط السؤال بهذا الميزان الدقيق. اكيد الاتفاقيه دي انا كنت ضدها وقناعتي عبرت عنها، وهي قناعه راسخه بانه ده مش نقل سياده، ده كان تنازل وتفريط. لكن في جانب اخر في هذه الاتفاقيه وفي التزام على الدوله المصريه تجاهه. يعني الخطيئة اللي ارتكبتها السلطة مش مسؤول عنها الطرف الثاني في التعاقد، مش كده؟ تمام. ولذلك لما تيجي تعالج ده ما ينفعش تدعي عنتريات تورط فيها الدولة المصرية فيما لا تتحمل. الحساب يبقى للسلطة عندك اللي ارتكبت هذه الخطيئة، لكن تبحث عن حلول بالعقل. هل ده هو نفس الميزان اللي نقيس عليه ملف مياه النيل وضمان حق مصر فيها؟ كنت سأسأل حضرتك على هذا الملف، وهناك أيضا أزمة الآن، فما بالتأكيد طروحك لا، للحل؟ لسبب بسيط، لأنه الاتفاق الموقع اللي هو في هذا الخصوص هو اتفاق شخصي غير ملزم للدولة المصرية، لأنه لم يمر بالإجراءات الدستورية ولم يصدق عليه البرلمان. في استهانة واضحة من قبل رئيس الجمهورية والسلطة بالدستور. أثيوبيا بنت السد وملأت حتى الملء الرابع، فالآن هناك أيضا إذا لم يكن هناك اتفاق حتى هناك أمر واقع، كيف ستتعامل مع هذا الأمر الواقع بعيدا عن الاتفاق؟ لن أتعامل مطلقا مع أي شيء يخص مياه النيل على أنه أمر واقع. ما الذي وفي تقدمه؟ جعبة الدولة المصرية الكثير مما أهمل، ويبدأ بعرض هذا الاتفاق على البرلمان لرفضه حتى نعود إلى الأساس القانوني السليم المنظم لهذا الأمر، الرفض الاتفاقيات الدولية السابقة التي يسري عليها مبدأ التوارث الدولي. ثم في نفس التوقيت نقدم للجانب الآخر حزمتين مكتملتين، الأولى إذا ما اختار طريق التعاون، والثانية إذا ما اختار طريق العناد. الأولى فيها حوافز اقتصادية واستثمارية ودعم فني استنادا الى الخبرات المصريه. أليس هذا ما يتم على مائدة المفاوضات وبوساطات دوليه وحاولت وساطات دوليه وتدخلت اطراف دوليه للحل ولم تستطع اثناء اثيوبيا عن مشروعها؟ ما في، ده مش مفاوضات. انا راجل دارس علم التفاوض في اكتر من مناسبه. اللي حاصل ده ما هوش نيجوشيشنز، دي توكس. اللي حاصل ده كلام فارغ. مثال بسيط، الاقتصاد الأثيوبي بيقوم بشكل أساسي على تصدير البن واللحوم، ومصر من أكبر الدول المستوردة لهذا وذاك. تروح تجيبهم من دول كثافة المصالح السياسية والاقتصادية بيننا وبينهم ضئيلة وأحيانا معدومة. إذا رفضوا
سوف نطرح أيضا حزمة مكتملة نوظف فيها كل موارد القوة الشاملة للدولة المصرية للحفاظ على حق مصر في الحياة، وهو حق يضمنه القانون الدولي وتنظمه المعاهدات. طب نعود إلى موارد القوة التي ستستخدمها في حالة التعنت الأثيوبي زي ما هي متعنتة الآن وعدم التزامها بأي اتفاقات. اسمحي لي أن أنا أحيل يعني التفاصيل في ذلك إلى ما يفهمه المتخصصين، لأني لا أسعى لتعقيد هذه العلاقة. في هذا الأمر ما يجب أنه يقال بوضوح للشعب المصري لاحترام حقه، وفيما يجب أنه يوضع على مائدة التفاوض أمام الطرف الثاني لتبصيره بعواقب أفعاله. الدولة المصرية لديها القدرة، لكن كان ينقصها العزم والجدية. طب التعاون الدولي ويأخذنا والسياسة الخارجية، ما هي أجندتك في السياسة الخارجية؟ ما هي أول الدول التي ستكون مثلا على أجندتك للتعاون أو للزيارة أو لتوثيق العلاقات؟ أول الدول وأنا جاوبت على السؤال ده سابقا، اللي أبدأ بزيارات الخارجية من خلالها هي الشقيقة المملكة العربية السعودية. علاقات مصر الخارجية سوف يعاد تأسيسها من منطلق مصالح مصر الأساسية، وإعادة تقديم مصر كدولة لها دور محوري لا تابع. مصر أسيء تقديمها لجيرانها وللعالم في السنوات الماضية بشدة، وبما انعكس سلبا على قيمة الدولة وقيمة المواطن المصري. لكن مع وجود ودائع خليجية في البنك المركزي المصري مهمة في وسط الاستدانة الكبيرة اللي احنا وصلنا لها، ازاي تتحقق علاقة الندية وليست التبعية؟ كيف تحقق لك استقلالية القرار السياسي في حالة التهديد بسحب هذه الودائع في أي لحظة؟ هذه الودائع موجودة باتفاقيات، وللأسف هي بتتجدد بأجال قصيرة. تمام. ومفهوم طبعا يعني الأسباب المنطقية في سؤال حضرتك، لكن أضف إليها أن مصر دولة كبيرة ومهمة، ولا يتحمل الإقليم تعثرها اللي قد يدفع إلى انهيارها. حضرتك تتحدث كثيرا خلال الحوار عن محاسبة السلطة الحالية، فهل هذا في خطتك أنك تحاسب السلطة الحالية إذا ما أصبحت رئيسا؟ في حساب سياسي وفي حساب قانوني. الحساب السياسي أنا بقوله، تمام، بقول لحضرتك إنه دي أفشل وأسوأ سلطة في آخر 200 سنة، وإنه السيد الرئيس هو أسوأ من تولى الحكم في مصر في آخر 200 سنة. ده تقييم سياسي بقوله قبل ما أبقى مرشح، لكن الحساب القانوني ده مش شغلي ولا هتدخل فيه. ده شيء بين كل مواطن مصري والآخر. يقدر أي حد يلجأ إلى القضاء ويقاضي أي حد على ما يعتقد إنه هو جريمة. أنا كرئيس خططي الواضحة هي إصلاح التشوهات التي أدخلت على الدستور، وقلت ده في اليوم التالي لأداء القسم الدستوري بعد سلسلة من الاجتماعات وصفتها في اليوم الأول. هتقدم للبرلمان بمشروع إصلاح دستوري، بالإضافة إلى أول مشروع قانون هقدمه اللي هو مشروع عزل ومحاكمة رئيس الجمهورية تقنينا للمادتين 159 و 161 من الدستور، اللي لعله يعني اعتذار متأخر يعني لموقعكم إن مقالي في هذا الأمر كان السبب في حجبكم، وتأكيد على إنه ده مش هيبقى مسموح. يعني حق الشعب المصري في المعرفة وفي صحافة وإعلام حر ومستقل حق مش هيبقى بس منصوص عليه في الدستور، إنما مطبق في الواقع. بالحديث عن الحريات، ما موقفك من الحريات الدينية؟ لا نتحدث هنا عن المسيحيين، ولكن عن المسيحيين والبهائيين واليهود والشيعة واللادينيين حتى. ايه موقفك من الحريات؟ عندنا النهارده المواطنين البهائيين اقصى ما استطاعوا الوصول اليه هو وضع شرطه في خانه الديانه. لماذا لا تسجل ديانه المواطن في البطاقه؟ شوف حضرتك، ولماذا لا تحذف اصلا؟ فيه ايضا مستويين في هذا الامر. الحق في الاعتقاد مطلق في الدستور، والحق في ممارسه الشعائر مقيد في الدستور بالاديان الثلاث السماويه.
رئيس الجمهورية لا يكتسب صفته إلا بعد أداء قسم على احترام الدستور والقانون. سوف أضمن لكل مواطن مصري حقه في إنه دستور بلده بيتطبق. الحق في الاعتقاد مطلق، الحق في ممارسة الشعائر بشكل معلن، ممارسة الشعائر بشكل معلن مقيد بما جاء في الدستور. لكن انت حدثت تعديل للدستور، بالظبط. ليس تعديلا في هذه ليس. شوفي حضرتك، كل ما يمس جوهر وأصل البناء السياسي والاجتماعي، أنا عبرت أثناء التعديلات الدستورية إنه ليس من سلطة مجلس النواب، لأنه مجلس النواب هو سلطة نشأت استنادا للدستور، فليس من حقها أن تنشئ الدستور. اللي يقدر يعمل تعديلات جوهرية هي جمعية تأسيسية، وأنا لا أعتقد، لا أطرح أولا، ثم لا أعتقد أن الدولة المصرية تتحمل هذا الآن. هذا الحديث عن طرح بديل مدني ديمقراطي بعيدا عن الدين، هل هذا مطروح على أجندتك؟ يعني كتعديل عن الدين، بعيدا عن دولة مدنية بمعنى الكلمة، لا الدولة المدنية لا تعني أن يكون مواطنيها غير حاصلين على حقوقهم في ممارسة كاملة لمعتقداتهم الدينية في ظل الدستور. وأنا لا أطرح التعديلات التي تمس جوهر النظام السياسي أو بنية النظام الاجتماعي. ثم سيحتفظوا بخانة الديانة فارغة ولن تكتب الديانة في بطائقهم، لو اتكلمنا عن البهائيين مثلا. إذا مجلس الدولة حكم بشيء آخر، السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية هيلتزم بتطبيقه. إذا لن نعد المواطنين البهائيين بتحسين أوضاعهم من حيث ممارسة شعائرهم. أنا لا أعد أي مواطن مصري إلا بما أستطيع. ما أستطيع هو الموجود في الدستور، واللي من بينه إنه أنا لا أطرح تعديلات تمس جوهر النظام السياسي ولا الاجتماعي. دي إجابة واضحة وصلت، ومحترم إنها ترضي البعض وتغضب آخرين. حق الاعتقاد مطلق، حق ممارسة الشعائر الدينية في العلن مقيد. التزام الدولة بأنها ما تخترقش حرمات الناس، زي ما قلت ببساطة، لا تكسر عليه باب بيته، ولا تخترق تليفونه، ولا تسجل مكالماته، ولا تفتش في دماغه ولا في ضميره. ما يتعلق بالمثليين، القانون المصري لا يجرم المثلية، لكن الدولة بتقبض على المثليين تحت بند الفجور. هل ده هيختلف؟ يعني إيه لا تجرم؟ لا يوجد نص قانوني يجرم المثلية في مصر حسب معلوماتي، ولكن من يقبض عليهم بتهمة الفجور، وهذا ما يجرمه القانون. هل هناك ما سيتغير من جهتك؟ مش ده بيجرمه القانون؟ لن يتغير شيء. مش بيجرمه القانون؟ رئيس الجمهورية سوف يلتزم بما جاء في القانون. ولكن البعض قبض عليه لمجرد التعبير عن توجهه الجنسي، لأنه ده بيجرمه القانون. أنا بقول لحضرتك في فرق ما بين إن يبقى عندك معتقد وبين إن أنت تمارسه في العلن، لأنه في حق آخر للمجتمع. حق المجتمع ده منظم في الدستور. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الطنطاوي، شكرا على وقتك وعلى ضيافتك لينا النهارده. أنا اللي متشكر لحضراتكم، شرفتوا ونورتوا وعلى الرحب والسعة. شكرا لحضرتك. دول زمايلنا الأبطال والبطلات أيضا اللي شغالين بقى بيتابعوا مع زمايلهم في المحافظات آخر الإسكندرية. عايز أقول لكم إن أنا فخور وممتن وأشعر بالتكريم
ان انا جزء من هذا الفريق اللي وصل عدده امبارح ل 20,000، اكثر من 20,000 بطله وبطل من ابناء الشعب المصري المؤمنين بحقهم ومصرين على اداء واجبهم لتغيير مصر بطريقه سلميه.